السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد الأضحى المجيد نقدم لكم بعض فوائد التوابل المغربية التي نستعمل في المطبخ المغربي. اليوم سنتطرق إلى فوائد الكركم أو ما يعرف بالخرقوم بالدارجة المغربية. بعض فوائد هذه النبتة أنه يوقي من مرض سرطان الأمعاء إذا تم استخدام الكركم على النحو متكرر، فإن احتمال الإصابة بسرطان القولون تقل، كما أن الباحثين الإنجليز في الوقت الحالي يختبرون كبسولات الكركم أو الخرقوم ما يعرف لعلاج مرض سرطان القولون. وكذلك علاج آلام التهاب المفاصل، يساعد الخرقوم على تقليل الآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل، وذلك من خلال المشروب من خلال واحد المشروب كيتقام في المنزل ديالك، كتقوموا كتقادوه في المنزل ديالكم. وكذلك يوقي من الاضطرابات الهضمية. أثبتت دراسات أجريت على الحيوانات أن الخرقوم يعمل بمثابة المحفز الهضمي، ويساعد على إفراز الأنزيمات الهضمية التي تحلل الكربوهيدرات والدهون، ولذا إذا كان الشخص يعاني من اضطرابات في المعدة فالشاي الخرقوم يكون بالعلاج المفيد له. وكذلك يعالج سرطان البروستاتا بالنسبة للرجال. عندما يتم مزج الخرقوم ببعض الخضروات يكون عندئذ مادة من المحتمل أن تعالج أو تمنع الإصابة بمرض، على الأقل تمنع الإصابة بمرض السرطان. وكذلك أمراض القلب، لأن أجريت دراسة في عام 1992 أكدت أن الخرقوم يساعد في تقليل معدلات الكوليسترول ويحارب تصلب الشرايين. وكذلك بالنسبة للمدخنين الذين يدخن، العفو الله يعفو عليكم، بالنسبة للمدخن أجريت كما قلنا في 1992 عملية صغيرة تم التوصل بأنه عندما يتناول المدخن ما بين 1.5 جرام من الخرقوم يوميا لمدة شهر، هذا يساعد في تقليل عدد الجينات المتغيرة مونتاجينز، وهي مادة مساعدة للتغيير السرطاني في الخلايا. وهذه هي بعض فوائد الكركوم أو ما يعرف بالخرقوم. ودمتم في رعاية الله وفي صحة جيدة، رعاكم الله. أديوس أميغوس، أبيانتو.